احب اقولك ان الراجل ده طلع معلم. الف مبروك للاهلاويه، ويناموا النهارده ليله سعيده وفرحانين بقى بالثلاثيه في مرمى الزمالك الغريم التقليدي. وكده افترقت عنهم برصيد 8 نقاط، وكده انت الفرصه قدامك انك تفوز بالدوري. يلا بينا يا اهلاويه، تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب، ويلا بينا على الفيديو. احب اقولك ان مارسيل كولر ده قفل على الزمالك وضحك عليهم. مشي في الشوط الاول كان شد وجذب، تيجي في الشوط التاني ضحك عليهم ضحكة السنين. ان هيسيب لك الكرة في اول شوية، اول 5 دقايق، وبعد كده جاب فيك الاول والتاني والتالت وانت مش عارف انت بتعمل ايه. لا ومش بس كده، لا ده كهربا رجع لمستواه الطبيعي، رجع للفولت العالي، اللعيب الدولي اللي شبهه روي فيتوريا انه لعيب اوروبي. رجع وسجل هدف قدام الزمالك، وكانت الفرحة مش سايعاه، وبصراحة يستحقها لأن جماهير النادي الأهلي وقف جنبه طول فترة الإيقاف. وبعد كده نيجي للأهم من المكسب وكل حاجة، إنك كسبت مهاجم ورجعته لمستواه، السفاح محمد شريف المخيف. محمد شريف لازم كان يرجع لمستواه، لأن لو رجع لمستواه هيكسر مصر تاني، وبالذات مع مارسيل كولر، لأنه مدرب بيلعب بالكرة هجومية بحت، ما بيعرفش الدفاع كما كانوا بيقولوا يعني. لأن لما يبقى معاك كهربا، يبقى معاك قفشة، برونو سافيو، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، انت هتبقى معاك محمد شريف في وسط دول، ما كانت أهداف. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة عشان ننزل لكم فيديوهات اكتر. يلا بينا.